لن أهدأ حتى أرى 1000 زوجة عربية تبكي زوجها، و1000 أم فقدت ابنها، و1000 شاب بلا أطراف. وده من مذكرات أمينة المفتي الجاسوسة لصالح إسرائيل. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. سنة 1939 اتولدت بنت جميلة لأسرة غنية في حي من أحياء الأردن الراقية. باباها تاجر مجوهرات، ومامتها إنسانة مثقفة جدا وسيدة مجتمع وبتتكلم أكتر من لغة، وعمها قائد في البلاط الملكي الأردني. بنت مأصلة من علية القوم. البنت الجميلة دي اسمها أمينة المفتي. كبرت حبة حبة وابتدى جمالها يظهر أكتر وأكتر، مع شوية دلع وذكاء كده يخطف قلب أي حد يشوفها. ولأنها اتولدت في بلد عربي فكانت البيئة اللي عايشة فيها محافظة حبتين. بس أمينة المفتي كانت متمردة من يومها وكارهة التقاليد دي ودايما تستهزأ بيها. المهم، وأمينة عندها 16-17 سنة اتعرفت على شاب فلسطيني وحبته قوي، ولكن شوية وسابها لأنه كان شايف إنها بنت مغرورة وعصبية وخلقها ضيق والدنيا مش ناقصة خنقة يعني، وراح حب واحدة تانية غيرها. أمينة أخدتها على كرامتها واتأثرت قوي لما سابها، وأثر كمان على حياتها ومستقبلها، فجابت نتيجة مش قد كده في الثانوية العامة، وده اللي خلاها تسافر على فيينا عاصمة النمسا علشان تدرس هناك. واختارت دراسة علم النفس الطبي. سنة 1957 وهي بتدرس في جامعة فيينا اتعرفت على بنت متحررة بزيادة وليها ميول شاذة اسمها جولي باتريك. أمينة اتأثرت جدا بشخصيتها وابتدت تتعلم منها نمط حياة منحل. مرت السنين وخلصت دراستها في فيينا ورجعت على الأردن تاني. طبعا ما قدرتش تتأقلم على نمط الحياة المحافظ بعد ما تعودت على حياة متحررة توصل للانحلال في فيينا، ولكن راحت على الأردن تاني على أمل إنها تلاقي حبيبها الفلسطيني. وفعلا دورت عليه واتصدمت لما عرفت إنه اتجوز البنت اللي حبها عليها، ودي الحاجة اللي خلتها تكره الفلسطينيين عمى وتتمنى أذيتهم. فقررت ترجع على النمسا تاني واشتغلت هناك في ورشة للعب الأطفال، وهناك اتعرفت على بنت يهودية اسمها سارة براد. والصراحة ما كانتش تفرق كتير عن صاحبتها اللي علمتها الانحلال، اتقربوا من بعض قوي، زيارة هنا على زيارة هناك. سارة عرفتها على أخوها الكبير موشي براد، طيار عسكري برتبة نقيب، طول بعرض وعينيه خضراء ووسيم حبتين، وكان أكبر من أمينة بحوالي 7 سنين. والنتيجة إن أمينة وقعت في غرامه وفضلوا في علاقة محرمة أكتر من 5 سنين. المهم، من كتر حب موشي لأمينة ساعدها إنها تزور شهادة في علم النفس المرضي، وهو فرع من فروع علم النفس الطبي. وفي سبتمبر سنة 1966 رجعت الأردن تاني بشهادتها المزورة، وقعدت تدور على إزاي تبتدي حياتها المهنية. وقع تحت إيديها إعلان في جورنال محلي عن تأجير مستشفى للمعاقين نفسيا وجسديا تابع لوزارة الصحة. فراحت لمدير المستشفى وطلبت منه إنها تأجر المستشفى، ووافق. ولكن ما استمرتش كتير لأن وزير الصحة قرر إنه ينهي عقد الإيجار، لأن الوزارة اكتشفت مخالفات مالية واختلاسات في المواد الطبية واتهامات كمان إن شهادتها اتزورت. طبعا دي كانت بداية القشة اللي قسمت ظهر البعير، لأن أمينة بقت مليانة مشاعر كره وانتقام لأي حاجة ليها علاقة بالوطن والعرب ككل. فقالت لنفسها وانا ايه اللي قعدني في الهم ده، وقررت ترجع تاني على النمسا. حصلت نكسة يونيو 1967 وخسارة مصر والعرب في الحرب من إسرائيل، وفي عز حزن العرب على النكبة اتجوزت أمينة المفتي من حبيبها موشي اليهودي جواز محرم شرعا، واعتنقت اليهودية كمان، وبقى اسمها الجديد أنا موشي براد على اسم جوزها يعني. وعاشت معاه في شقته وهي ماليها الخوف والتوتر بسبب عملتها السوداء، لأن دايما كان عندها شك إن مخابرات بلدها بتراقبها في كل مكان. فكرت كتير تحل الموضوع ده ازاي، ما كانتش لاقيه حل ابدا، لغايه صيف 1972 لما وقع تحت ايديها خبر غريب جدا، وكانت الفرصه اللي على طبق من فضه. في جريده نمساويه قرت اعلان اسرائيلي غريب بيقول ايه: نطلب متطوعين من يهود اوروبا للالتحاق بالجيش الاسرائيلي مقابل مرتبات مجزيه. الخبر ده ما عداش بالسهل كده على أمينة المفتي، وراحت جري لجوزها موشي علشان تقنعه بالفكره، وقعدت تزن لغايه ما وافق، وسافروا مع بعض في نوفمبر سنة 1972. وبكده شافت إنها لما تعيش في إسرائيل وتبقى من أهلها وعشيرتها كده هتودع الخوف للأبد. المهم، أول ما وصلوا لإسرائيل اتقابلوا بترحاب غريب من الإسرائيليين، وده لأنهم كانوا مراقبين أمينة المفتي وصيدة مهمة جدا ليهم بس ليها وقت مناسب. وراحوا واخدين أمينة المفتي على جهة أمنية وسألوها مئات الأسئلة عن تاريخها وأسرتها وحياتها وطريقة جوازها وميولها السياسية وإلخ. وقتها الإسرائيليين ما وكلوش ليهم أي عمل
عمل سري، ولكن بقى موشيه ضابط في الجيش الإسرائيلي. كان أول عمل ليه إنه يطلع بطيارته عملية استطلاع على الجبهة السورية، والمفاجأة إن المدفعية السورية سقطت طيارته، والغريبة إن سوريا لا أعلنت عن أسر موشيه ولا لاقيين جثمانه أصلا. الخبر نزل زي الصاعقة على أمينة المفتي، وما صدقتش أبدا اللي حصل، وقعدت أيام طويلة تصرخ بجنون ودخلت في نوبة اكتئاب. وبعد شهر ونص خرجت تشكك في الحادثة، وزاد كرهها للعرب أكتر وأكتر، وقررت تنتقم بقى لجوزها. رجعت أمينة المفتي على بيتها اللي هو جمعها بجوزها في النمسا، وبعد كام يوم كده لقت 3 ضباط إسرائيليين بيخبطوا على الباب، وبعد ما استقبلتهم قدموا لها عرض إنهم هيساعدوها تاخد ميراثها من جوزها اللي كان وقتها يقدر بنص مليون دولار، بالإضافة للشقة وتسوية الموضوع مع أهله، بس مقابل ده إنها تتعاون معاهم. طبيعي واحدة كارهة العرب ومليانة حزن بسبب موت جوزها بإيد العرب سابت ديانتها واتجوزت جواز محرم شرعا، كانت كنز كبير لأي جهاز مخابرات وبالأخص الموساد. والصراحة ما خدتش وقت كبير في التفكير ووافقت. بدأوا الضباط الإسرائيليين في تدريبها حوالي 34 يوم، وكان الهدف الأساسي إزاي تجيب أخبار مسؤولين المنظمات الفلسطينية ومراكز إقامة قادة المقاومة والطرق اللي بيروحوا منها للأراضي المحتلة، غير المعلومات عن أعداد الفدائيين وتدريبهم وتسليحهم ودرجة مهارتهم في التخفي، وكمان مخازن الأسلحة والقوائم السرية لرجالة المخابرات الفلسطينية في أوروبا، وغيرها من المعلومات. سافرت أمينة المفتي على بيروت، وأول حاجة عملتها إنها اتعرفت على مسؤول التليفونات وعملت معاه علاقة، وكمان قدرت تجنده لحسابها، ومن هنا عرفت تتجسس على مكالمات القادة وتعرف معلومات كتير عنهم، وبشطارتها وعلاقاتها عرفت تخلي الفلسطينيين يثقوا فيها على الآخر. ومن شدة الثقة دي قدرت تدخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وتتحرك فيها بكامل حريتها، وبقت بتعرف تفاصيل عمليات المقاومة اللي كانت شادة حيلها على إسرائيل في الوقت ده بمنتهى السهولة. وعملت شبكة علاقات مع القادة المهمين اللي منهم رئيس المخابرات الفلسطينية علي حسن سلامة، واللي كان مدوخ إسرائيل وقتها. من جبروتها قدرت توصل من خلاله لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات الله يرحمه. ده كمان على حسب مذكراتها حاولت اغتياله أكتر من مرة. الصراحة جمعت كمية معلومات مهمة عن القادة الفلسطينيين اللي دوخوا الموساد لسنين طويلة، وبعد ما جابت معلومات الموساد ما يحلمش بيها واللي بسببها اتنفذت عمليات اغتيال كتير لمسؤولين فلسطينيين، تم اكتشاف أمرها من المخابرات الفلسطينية واعتقلت حوالي 5 سنين. وفي 13 فبراير سنة 1980 خرجت من السجن بعد ما استبدلوها بأسيرين فلسطينيين، وبعد كده عاشت في إسرائيل في مستوطنة محصنة خوف عليها من إن إيد عربية ممكن تطولها، وخصوصا إن عشرات الصحف والمجلات نشرت صورها وحكايتها. ده غير كمان إن الموساد كان بيفتخر بيها قوي لدرجة حاطين صورتها وإنجازاتها في مبنى الموساد في لوحة شرف. الله يرحم شرف. ما علينا. أمينة المفتي كانت مضطربة نفسيا وعصبيا، وفضلت بتعاني من الوسواس والقلق والاضطراب النفسي لفترة طويلة جدا. في سنة 1982 سمعت أخبار لبنانية إن والدها اتوفى وأمها فقدت النطق بسببها. راحت الجاسوسة أمينة المفتي على مبنى الموساد وقابلت الرئيس الجديد وقتها، وطلبت منه إنه يحقق رغبتها في إنها تروح الأردن لأهلها، ووعدها بإنه هيشوف الموضوع ده. بعد 3 شهور رد عليها ضابط إسرائيلي بشريط كاسيت فيه رفض من عيلتها ليها، زي اعمامها واخوالها واخواتها كمان، ومش عايزين رجليها تخطي الاردن اصلا ولا يعرفوا عنها حاجه. في سنه 1984 نشرت مجله عسكريه اسرائيليه خبر ان وزير الدفاع الاسرائيلي امر بصرف معاش دائم للمقدم انا موشيه براد، وبعد التاريخ ده تضاربت الاخبار عن مصيرها وحياتها ومحدش يعرف عنها حاجه. ودي كانت نهايه جاسوسه من احقر قصص الخيانه. كنت معاكم علا ابو السعدات وبرنامج عين.